ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. وصفتنا النهارده زي ما انتوا شايفين كده، هنعمل المنين اللي هو بالعجوه، سواء هتعمليه بالعجوه او بالملبن او هتعمليها ساده اللي هي بيسموها القراقيش اللي هي بتاعه الفرن ديت. هنعملها بطريقه سهله وبسيطه، وبصي طعمها تحفه، وفي نفس الوقت دايبه. مش يعني دايبه ومقرمشه في نفس الوقت، مش اللي هي ايه، محجره او اللي هي دايبه قوي عامله زي الكحك. خليكم معايا واحده واحده. اول حاجه هنا انا جبت طبق وحطيت فيه 100 جرام من السكر على 180 جرام من الميه على 7 جرام خميره. زي ما انتوا عارفين انا مقاديري بالجرام مش بالكوبايه. تمام كده يبقى حطيت ايه، 180 جرام ميه عاديه من الحنفيه على 100 جرام من السكر اللي هو الحبيبات العادي مع 7 جرام من الخميره، وقلبتهم كويس جدا. هجيب بقى الكبه بتاعتي او العجان بتاعي او في بوله كبيره، وهنستخدم ايدينا. انا هنا استخدمت اللي هي الكبه بتاعتي، بس ما استخدمتش السكينه. استخدمت اللي هي السكينه اللي هي بتاعت العجين اللي هي البلاستيك دي. حطيت فيها ايه، دقيق. حطيت فيها كيلو الا ربع دقيق نخلاه كويس جدا، وحطيت عليها 270 جرام من السمنه، ايا كان نوع السمنه اللي انت تستخدميهم. هضربهم كويس جدا، وبعد كده هبدا انزل ب 100 جرام من الزيت. تمام كده هيتضربوا كويس جدا. وبعد كده هنزل بقى بايه، بالميه. في اول لما انزل بالميه دي بتلم العجينه، يعني انتي قبل الميه، قبل ما اضيف الميه دي بتضربيها كويس جدا بالسمنه والزيت. اول بقى ما تبداي تضيفي الميه ما بنطولش في قلب العجين. تمام كده لان لو طولتي جامد هتبصي تلاقي العجينه نشفت منك. يعني بعد ما تشكليها وتيجي تسويها هتبصي تلاقيها حجرت منك، مش تبصي تلاقي القرص اللي بالعجوه كده تلاقيها دايبه، لا هتلاقيها محجره. فانت ما بتطوليش في العجن، لكن طول ما انت بتعمليها بالزيت وبالسمنه ديك طولي زي ما انت عاوزه. دي بتبسيها، سواء هتعمليها بايدك، سواء هتعمليها في قلب العجان، سواء هتعمليها بقلب الكبه زي ما انا عملت. بعد كده اكون مجهزه الملبن بتاعي او العجوه. انا ما بسيبش العجينه تخمر، انا بسيبها ترتاح حوالي 5 دقايق مش اكتر من كده. اكون مجهزه العجوه بتاعتي او الملبن. لو هستخدم عجوه او هستخدم ملبن بقلبه بمعلقه سمنه كده وايه، وبس كده يعني ما بطولش، يعني دي ما بكترش ايه سمنه فيها في قلب العجوه او الملبن، لان لو كترت العجوه هتنشف من جواها. تمام كده وببدا اشكل العجينه زي ما انت عاوزه، يعني الشكل اللي انت حابه تعمليه هتعمليه. حابه تعملي بملبن هتعملي، بعجوه هتعملي، ساده هتعملي، اللي العجينه معاكي استخدميها بقى وشكليها زي ما انت تحبي. العجينه معاكي مظبوطه و100%. وزي ما قلت لك، حابه تعمليها بايدك مفيش اي مشكله، اعمليها بايدك هيطلع معاكي العجينه مظبوطه 100%. يبقى الكيلو الا ربع دقيق. اقول لكم المقادير تاني واحنا بنشكل العجينه. الكيلو الا ربع دقيق استخدمت نصها سوائل، نص كميه الدقيق استخدمت زيت وسمنه. حابه تستخدمي سمنه خالص مفيش اي مشكله، بس انا بديكي المقادير مظبوطه 100%. هتستخدمي 270 جرام من السمنه عليهم 100 جرام من الزيت. تمام كده هضربهم كويس جدا في العجينه، او هجيب الدقيق هنخله في قلب طبق كده بلاستيك، واروح بسيه بالسمنه والدقيق كويس جدا. بعد ما بس العجينه كويس جدا لحد ما الاقيها ناعمه جدا زي عجينه الغريبه، هبدا انزل بقى بالدقيق، هبدا انزل بالميه والسكر والخميره. بعد ما اقلبهم كويس جدا هنزل بالميه والسكر والخميره. هلف العجينه لفتين كده مش هعجن فيها كتير. هلم العجينة واغطيها بكيس واسيبها تريح حوالي 5 دقايق، وبعد كده ابدا اشكل فيها، سواء هشكل فيها ساده او بعجوه او بملبن. لو هستخدم عجوه او ملبن هدعك العجوه او الملبن كويس جدا بمعلقه من السمنه. تمام كده بعد كده ما شكلتهم هجيب بيضه واحط عليها كيس فانيليا واربها كويس جدا مع حوالي 3 معالق من اللبن، وابدا بقى اعمل بالفرشه كده الوش، وابدا احط السمسم زي ما انتوا شايفين كده حابه تضيفي على السمسم حبه البركه والشمر بيخليه تحفه، بس انا اللي كان متاح عندي السمسم بس فعملته بالسمسم. لكن لو انت بتحبي حبه البركه ضيفي عليها حبه البركه وشمر بيبقى حلو قوي. طيب بتخلي مده التخمير قد ايه؟ انا ما بخليهوش ان هو يقعد فتره طويله يخمر. مع اخر واحدايه ببدا اسوي،
يعني مع اخر وحدية بحطها في الصينية بكون مسخنة الفرن كويس جدا، وابدأ احط واسويه. بسويه على ايه؟ بسويه على درجة حرارة متوسطة زي كأني بسوي كيكة بالظبط. ما بخليش لا درجة الحرارة واطية ولا عالية، لان لو عالية هينشف مني وقلبه هيبقى طري، ولو انا وطيت قوي هتصمد، يعني هيصمد مني. تمام. فالنار تبقى متوسطة، وتخلي بالك من التسوية ياخد لون ذهبي من تحت. ابدا اشغل الشوايه، ومشغلش الشوايه عاليه قوي ان هي تحمره لا، الشوايه متوسطه ان هي تديله لون ذهبي وحلو كده زي ما انتوا شايفين كده اهي. دي الكميه بتاعت كيلو الا ربع، ادتني كميه حلوه بسم الله ما شاء الله. بصوا بسم الله ما شاء الله بقى بعد ما برد معايا. بصوا، حبيت اوريكم بقى مستوي ازاي، واخد من تحت كله لون واحد ومن فوق لون واحد. اهم حاجة التسوية يا جماعة، ما تخلوش يقعد في الفرن كتير وتقولوا ايه ده طلع وحش. لا صدقيني الوصفة دي مضمونة 100%. اول لما بيطلع ايه، طري شوية، ما تقلقيش. هو لما يعني بيقعد على الصاج كده هو، والنار تبدأ تبرد، بيبدأ ايه يشد معايا ان هو بينشف كده هو، وفي نفس الوقت دايب خالص. يعني هو ناشف وفي نفس الوقت دايب جدا. يعني انا اتمنى ان انتوا تجربوا الوصفة دي. كمية لو انتوا حابين تعملوا كمية كبيرة ايا كان الكمية هتضاعفي الكمية، وبإذن الله هتطلع معاكي ناجحة من اول مرة. اتمنى وصفتي النهاردة تكون عجبتكم. وزي ما قلت لكم، لو حابه تعمليها ساده هتعملي ساده بالملبن بالعجوه. العجينه معاكي شكليها زي ما انت حابه. اتمنى وصفه النهارده تكون عجبتكم، وبالف هنا وشفا على قلبكم.